السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم ايه اللي خلاني اختار صيدله وما اختارش علاج. انا جبت 89.5 2021، كنت جاب الصيدله بكتير، كنت جايب برضه علاج. طب ايه اللي خلاني اختار صيدله وما اختارش علاج؟ بس قبل ما ابدا في رد على السؤال ده هذكر نقطتين بس. النقطه الاولى نقطه الاعداد، اصل الصيدله اعدادها كتير، فنقطه الاعداد لنقطه المجالات كتير بالطبيعه، لان الصيدله مجالاتها كتير، وبالتالي الاعداد بتزيد، مش بس في صيدله، بتزيد كمان في اسنان. يعني في اسنان بقوا 15,000، وعلاج كمان هتزيد كمان شويه. ففكك من ناحيه الاعداد. طب الاعداد ده بهندسه، هندسه بتطلع مهندسين بشكل خرافي يعني. هل ده يعطي الناس ما تخش هندسه؟ فده مش منطقي، صح؟ فالاعداد مش هو السبب الرئيسي. كل الاعداد بتزيد في كل الكليات، فبالتالي ما تخليش ارتباطك ارتباط باعداد. ليه؟ ارتباطك ارتباط بكفاءه، بان انت تدخل الكليه تستحمل وتبلع الصعوبه بتاع الكليه. لان اذا كانت الكليه دي صعبه والكليه دي صعبه، بس كل واحده منهم صعبه في حته معينه، فبالتالي اللي تقدر تبلع صعوبته ادخل، يعني بشكل صريح. اللي تقدر تبلع صعوبته الاثنين صعبين، وصيدله بنقول امتحن وحاجه زي الزفت. ماشي. فتاني نقطه بقى نقطه التكليف. هل التكليف اتلغى؟ لا، التكليف ما اتلغاش، بدليل ان 2020 اتكلفت وما زال التكليف موجود، لان ده قانون اساسا تكليف جميع الكليات الطبيه ما عدا بطنه تقريبا. فجميع الكليات الطبيه لازم بتتكلف، بس الفكره ان 18 19 اخروا، 2020 اتكلفت بعد تكليف علاج 2020 بثلاث اربع شهور. فبالتالي هو ما اتلغاش، هو اتاخر بس شويه. ليه؟ لان مصر ما عندهاش تطوير للنظام الدوائي. بقى في 500 وظيفه للصيدله هنا بس حاصلين في 4-5 وظائف في وزاره الصحه. ففي تطوير لوزاره الصحه في قطاع الصيدله، في تطوير طبعا لغايه مصر 2030، وفي مدينه كامله دوائيه بتتبني جنيه 150 مليون دولار يعني. فبالتالي في احتياج للصيادله، طبعا في احتياج للصيادله، وهيبقى في احتياج للصيادله. فنقطه التكليف دي خلصنا منها. فيلا نبدا الفيديو. اول نقطه، ودي اكتر نقطه بحبها في صيدله، ودي اكتر نقطه انا لما نزلت التدريب حسيتها، انك المريض ده ابن خالتك. عارف انت المريض ده اللي هو بيخش ازيك يا دكتور بتاع، انا عندي كذا كذا، وياخد الدواء يمشي. ممكن كمان يجي لك بالدواء، يدخل يا دكتور الدواء ده يتخدم، تاخد 1 2 3. طب انا باخد دواء تاني، خلاص مش مشكله، اخد ده الساعه 10 مثلا والتاني بعد الاكل. فبالتالي ممكن ما يشتريش في الاخر، بس هو ايه، انت استفاد منك، انت افدته من غير ما تاخد منه فلوس. فدي من اكتر النقاط اللي بحبها في كل صيدله. اي حد يا دكتور 1 2 3 بجاوب على طول. فطبعا مش انا بجاوب، انا لسه ما عنديش خبره كفايه يعني، بس دي من احلى وامتع الحاجات اللي بحبها في صيدله. لما تلاقي راجل عجوز كده يدخل عليك وتعبان وهو معهوش فلوس يكشف، فبالتالي يا دكتور والله انا ظهري وجعني وعندي 1 2 3 1 2 3 وعندي سكر وضغط اخد ايه؟ فتديله الدواء، وبعد يومين يقول لك يا دكتور ده الدواء ده يحمي جدا، ده انا جزاك الله خيرا وهدعي لك وبتاع. فانت بتفرح ان انت قدرت تساعد انسان محتاج، انسان مش معاه فلوس يروح دكتور يكشف ويستنى والكلام ده كله. فدي من اكتر النقاط انا بحبها في صيدله بصراحه. تاني نقطه زي ما قلت في المقدمه، مجالات صيدله كتير. هتقول لي دي فائدتها ايه؟ اقول لك فائدتها انت تقدر تتنطط في الوظائف زي ما انت عايز. انت مثلا مش بتكون مثلا في علاج اخصائي اطفال وبتستمر انت كاخصائي اطفال، عشان تنقل بعد كده لحاجه تاني صعبه. فاهم ليه؟ لان لو انت تفتح مثلا نقول مركز لعلاج طبيعي، فانت تكون اخصائي اطفال، فانت تعاملاتك كلها هنا، فلما تيجي تنقل الموضوع هيكون صعب شويه. لكن في الصيدله انت ممكن تنقل بكل سهوله. انت في اساسا في اول ما بتتخرج تقعد في اول وظيفتين ثلاثه، مش يعني شهرين ثلاثه وتمشي لغايه ما تلاقي وظيفه تقعد فيها فتره. فانت اساسا بعد ما تتخرج بتقعد تتنقل في صيدله. فالصيدله مجالاتها كتير جدا عن العلاج، عشان كده احنا عددنا كتير شويه عن العلاج. ماشي. ثالث نقطه، الصيدله يعرف شيء عن كل شيء. ويعني الصيدله ببساطه داخل في حاجات كتير، داخل في كل ما تتخيله، حتى في مجال الرياضه هناك في عند علاج يعني. واحنا قلنا علاج متخصصين اكتر بالرياضه، الصيدله داخل في المكملات والحاجات الغذائيه، لان هو بيدرس حاجه اسمها الميتابوليزم وكل الميتابوليزم. فالصيدله تلاقيه داخل في كل حاجه، دايس كده، ده اي حاجه دايس فيها بصراحه. فدي شيء ممتع جدا انك تكون عارف شيء عن كل شيء. فده هيساعدك في انت تتعامل في حياتك العامه، طبعا في حياتك العامه، وكمان هيساعدك في التوظيف. رابع حاجه وهي صيدله صيدليتين، او مضمون مكسبها مضمون نوعا ما. انك تفتح صيدليه جنب الدكتور ده بيديك ادفانتج، لان انت ممكن انت بس تجيب صيدلي يشتغل معاك وخلاص الموضوع خلصان. فاهم يعني؟ هو اختيار موقع الصيدليه هو اللي بيخلي مكسبها مضمون لحد ما، وهي بيزنس ابن لذينه. وتلاقي كتير من الدخلاء اللي هم بيقولوا من دخلاء يعني هم غير الصيادله ودخلوا في مجال الصيادله،
داخلين في ليه؟ لانه بيزنس، لانه فلوس، لان فيها فلوس رهيبه. انت تخيل الدواء ده واجع عليك بكام؟ فكل ما الدواء غلي كل ما الصيدليه كسبت. فبالتالي لو انت بتشطها ب 100 اضرب بعمل الاعداد الغريبه اللي بتيجي من الدكاتره، فانت بتكسب. فالصيدليات فعلا مكسبها مضمون، وده اللي خلى ناس كتير من غير الصيادله يدخلوا في مجال الصيادله. طبعا ما فيش رقابه من الحكومه ولا نيله، فده اللي خلى الموضوع يزدحم بالدخلاء بالشكل الكبير اللي انت شفته ده. فدي 4 نقاط خلوني ادخل صيدله وما ادخلش علاج. انت في اخر الفيديو بس عايز اقول لك شيء، انت وحكايتك مفيش حد احسن من حد، ومفيش وبلاش حد يتعصب لكليه معينه. لا يا عم اسطى الكليه دي صيدله كلها بايعين، ايه الفرق لما ادخل الاقي صيدله وغير صيدله واقف ليه؟ انت جاهل، انت تاخد الدواء تمشي. انت مش بتقعد تساله، مش بتستفسر منه، مش مثلا عندك مرض يعني لا قدر الله مرض مزمن وعايز تاخد العلاج ده فينفع ولا لا. لا، انت بتدخل تاخد الدواء تمشي. طب ما ده كارثه. خليك تعالى معايا السعوديه هنا. السعوديه هنا لو انت واقف في صيدليه، انت اكيد صيدله ده رقم واحد، بس انت لو في صيدليه مش لابس بالطو دي غرام. انت متخيل؟ انا مش بقول لك ان انت مش صيدله، انت لو صيدله ومش لابس بالطو، انت ليه مش لابس بالطو؟ ما انا اعرفك منين انت دكتور ولا لا؟ فاهم؟ فليه الدوله السعوديه بتركز بشكل كبير على ان هو يبقى لابس بالطو، مش بس يكون صيدلي؟ يعني هو صيدل في المقام الاول ولابس بالطو في المقام الثاني. طب ما هو زيه زي البياع. ليه الصيدله؟ ليه وزاره الصحه السعوديه بتاكد بشكل كبير ان الصيادله هم اللي يوقف فيه الصيدليات؟ حاسس المجموعه اللي هو بديهيه شويه، لكن بالنسبه لك ممكن تكون غريبه. اشمعنى؟ لان في مصر بيحصل ده غلط. ما ينفعش يكون الست الحاجه اللي عارفه بتديك ورقه وتقول لك روحي هات لي ده من البجال، انت بتروح تجيب لها بالورقه لان البجال حافظ والله عايزه شاي سكر زيت ايا كان. لكن انت لما تروح صيدليه انت بتتعامل مع حياه مريض. احنا بنستخف بالموضوع ده. ايوه انت بتتعامل مع حياه مريض، ما ينفعش معاك روشته رايح انت بتسلم وده لازم يكون دكتور، لانه ممكن يديك جرعه غلط. وده حصلت يعني كان لانوكسين. الراجل الواقف ده عطى نص جوز مرتين في اليوم، هو بيتاخد ربع جوز في اليوم. الراجل دخل في حد توكسيستي ومات. وطبعا ولا حد اهتم ولا حد هيهتم غير الناس المختصه يعني. ده مشكلته ايه؟ ليه الدوله سايبه ده؟ عشان الدوله ما فيهاش رقابه، ومش بس على مجال الصيدله، على كل المجالات والقطاعات الطبيه. فما تقوليش ده زي ده، لا ده مستحيل يكون ده زي ده. ده هو الباترينا اللي وراه او كل الحاجات اللي وراه هو فعلا حافظ بس ماشي. وده ما يزعلش الاسيستنت، هو دوره كده ودور اللي هو يقص، انا مش بتهمه. لكن انت فاهم الوضع بيعمل ايه مع ده، ايه لا وداخل مع ده بيعمل ايه، ده بيتاخد ده مع ده بيعمل ايه. طب في ناس عندها خبره، ايوه لانها قعدت سنين في المجال، وانت ما عندكش كفريش جراديوت يعني، ما عندكش خبره لانه ما قعدتش زي في المجال بس مش اكتر. فاهم؟ لكن انت اللي دارس، انت اللي فاهم، انت من اول ما الدواء بيطلع من النبات لغايه ما يتصنع ويتسلم لايدين العميل اللي هو البيشنت. فما تقوليش الاثنين زي ده ارجوك يعني، عشان ده اكتر جمله تسمعها. وفي ختام هذا الفيديو، عشان انا بدات يعني ايه اجيب اخر ختام هذا الفيديو، وعايز اقول لك ان مفيش كليه احسن من كليه. وزي ما قلت لك في المقدمه، ادخل اللي تبلع صعوبته ادخله. الاثنين صعبين والاثنين مفيش اسوأ منهم يعني في الصعوبه يعني. لكن انت بتحب مجال الادويه واللعب بالدواء والمريض زي ما قلت لك بيكون جنبك، ولا بتحب مجال الاصابات والرياضه والجيم وكده، شوف ده وشوف ده واللي تحبه ادخل. كمان في نقطه عايز اقولها، الصيدله بالنسبه للبنت احسن كعلاج. انا ده وجهه نظري، لانك كبنت بتقف تاخد شيفت، بتقف معاك صيدليتين، بتدي واحده لو انت عايز تأجرها يعني، بتدي اسمك لحد تاخد فلوس وانت قاعد في البيت. فالصيدليه برضه بالنسبه للبنات اكتر ومناسبه اكتر. فاهم؟ لكن علاج فيها تنطيط علاج فيها تنطيط شغال. لكن ان شاء الله يكون فيهم الاثنين فيهم تكليف، والاثنين استخير ربنا وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بس كده. ما تنساش تعمل لايك وفولو، واعمل شير لصاحبك اللي برضه محتار هيخش ده ولا ده. واتمنى تكون افدتك بالفيديو. السلام عليكم.